أهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24. نبدأ من الجزائر، حيث تتواصل ردود الأفعال حول ما بات يعرف بتسريبات ابتسام حملاوي، المسؤولة السابقة في الهلال الأحمر الجزائري ورئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني. فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتقارير وصور ومقاطع يزعم أنها تظهر ابتسام حملاوي في مواقف حساسة، ما أثار موجة من الجدل والغضب في الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر، غير أن مصادر إعلامية جزائرية مستقلة أكدت أنه لا وجود لأي تأكيد رسمي أو قضائي حول صحة هذه المقاطع، مشيرة إلى احتمال توظيف القضية في صراعات داخلية بين أجنحة السلطة المتصارعة فيما بينها. من جهتها التزمت ابتسام حملاوي الصمت حتى الآن دون أي بيان توضيحي أو نفي مباشر، في وقت تتصاعد فيه المطالب داخل الجزائر بفتح تحقيق شفاف للكشف عن مدى صحة التسريبات ومحاسبة المسؤولين إن ثبتت صحتها. ويرى متابعون أن هذه القضية قد تشكل أزمة جديدة في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تزامنت مع تزايد الانتقادات لسياسات الحكومة واتهامات متكررة بالفساد وسوء التسيير داخل مؤسسات الدولة. إذن بين نفي غير رسمي وصمت رسمي تبقى قضية ابتسام حملاوي معلقة بانتظار ما قد تكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل. شكراً لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.